أصدق. معقولة الأبنية الحبة صارت من نصيبي وما حد عرضنا ولا أحد وقف بوجهنا. صدق الله يحبني بس ما مقدر هاي النعمة. الحمد لله يا رب. شريد من الدنيا بعد ما دام الأحبة صارت حلالي. الحمد لله كل شيء عدى على خير. خل احكيها ما دام صارت حلالي بعد. لا يومنا اليوم تعبت هو خلى عوفة خطية. خل نبحوش باليوتيوب على ما ننعس وننام. شائع في العراق. هو شنو يشيع بالعراق غير الخرابيط؟ شكو شي تافه بسرعة ينشر ويشتهر. نشوف عقد قرآن فضيحة عائلية. هذول شبيهم بيا زمن عايشين بعدهم على الفضايح وما ادري شنو. وهذا يا منطي يخلي الناس تصوره بعقده غير غبي. واحد يخلي ناس يصورون خطيبته أكيد الفيديو ينشر. خلينا نشوف والله خلينا نشوف. والله هذا شو يشبه بيتنا. هدى جاي أحلم أنا لو شنو؟ هدى خطيبتي؟ شايف اليوم مش بعيدة. اهلا وسهلا بكم. انا مصطفى الحلفي حييكم ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. قبل كل شيء تسوي لايك واشتراك واذا تريد تفعل جرس الاشعارات. جرس الاشعارات. قبل كل شيء اريد تشاركون هالفيديو ويا كل الناس اللي تحبونهم ويا كل اصدقائكم بجروباتكم بكل مكان. لازم يوصل هالفيديو 1,000,000 مشاهده ويستاهل 1,000,000 مشاهده. يعني فضيحه اشتغلون احلى من الفضيحه. فضايح تركك لا يوقف كل يوم فيديو جديد. طبعا حاليا اكثر شيء طاق باليوتيوب العراقي هو الفضايح الخاصه الحفلات العائليه، مثلا عقد قران، خطبه، عرس، اي شيء راح يطق بسهوله بيومين تلقاه واصل 300,000 مشاهده. تخيل انت تو عاقد ويصير بيك هالموقف. هدى جاي احلم انا لو شنو؟
والله هاي وصلة زينة. شوف شلون صاكة. شنو هذا خطيفة منين جاي؟ لا ما لقيتي غيره. تسوي شي حظي. خطيبتك حلالك. طبعا كنت اشوف شو اسمه سعودي جيمر منزلين فيديو جديد تقدرون تشوفونه. منزلين فيديو جديد ما عليكم انا جاي اشوفه طبعا بس ما اشتغل هذا ما اشتغل. المهم نرجع لموضوعنا. ما علينا في الامور هاي وما شفت شيء انا لا تفهموني غلط ابد ولا ادخل هيك فيديوهات ابد. والشعب العراقي كله ما يدخل في فيديوهات هيك ابد ولا المشاهدات توصل 4 ملايين 3 ملايين ابد. المهم تخيلوا هذا العرس اللي نشرتوه او العقد قران اللي نشرتوه عرض العالم ونشرتوه خوات الولد وامه وقرايبه ومرته عرضه بصوره عامه يعني. تخيلوا موقفه. تخيلوا ايش راح يصير بينه وبين الشخص اللي صور اللي انتم بوقتوا معدل الفيديو او وصلكم بطريقه ما يعني. حلو هاي مال بطريقه ما سجلوها عندكم. محمد قاسم للتحشيش. المهم انا ما ادري هيك ناس شنو جاي تحش. انا ما ادري هيك ناس شنو جاي تحس وتنشر هيك فيديوهات. الصراحه ما ادري شنو تحس. لا هو حفله مال حتى نقول عادي يعني هاي شغلتهم شو نسوي يعني دعاره وهالامور. ولا هي حفله مال رقص ودعاره وهالامور. هاي حفله عائليه يعني خوات وامهات وقرايب وزوجات واعراض ناس. ما اتخيل شنو هذا الانسان اللي ينشر هيك امور حتى يفضحهم ويقلب حياتهم جحيم. تخيل شخص هذا عرضه وزوجته اغلى شيء عنده واحتمال حبيبته وزوجها يعني انسانه غاليه عليه كلش. يشوفها على اليوتيوب مصلخه ثوب مصلخ وشعرها طالع وكل شيء طالع معها صدرها طالع. خلينا نحكي هيك يعني. تخيلوا موقفه. تخيلوا شنو باي موقف راح ينحط. يعني شنو نغير ملايين اللي جاي يشوف هاي الفيديوهات اللي المفروض هي من تشوفها ما تدخل عليها. من تشوفها فضيحه عقد قران سخام ما تدخلون عليها بس يدخلون ويغلطون. يا اخي ليش تدخلون وتغلطون؟ لا تدخلون اصلا لان انت شفته وانت شفته وانا قلت ها خلينا ندخل وخلنا نشوف شكو وخلنا نشوف العروسه خلنا نشوف العريس. هاي صارت مليونين مشاهده انفضحوا خلص اشتهروا. وهذول الهكر بدل ما يعني يجون يهكرون قناتي يهكرون قناه ذاك وصفحه ذاك ليش ما يروحون على هاي الصفحات؟ ليش ما يروحون على هاي القنوات؟ ليش ما يسدونها؟ ليش ما يسوون طريقه يتواصلون بها ويا اليوتيوب يتواصلون بها ويا هكر يتواصلون بها ويا اي احد يطير هاي القنوات ويطير هاي الفيديوهات اللي هجمت بيوت. ما ادري شو اقول. البرنامج هذا طبعا اغلبه المفروض يكون كوميدي بس ما قدرت احكي على الفيديو بطريقه كوميديه ابد لان الموضوع حيل يأذي ومجرد شخص يتخيل يصير بيه راح يتأذى. انت اللي جاي شوف لي تخيل زوجتك مصورينها بهالحال وجسمها طالع ومصلخه يعني ثوب مصلخ وهالامور. او تخيلي انت يصورونك بهالحال بثوب مصلخ يعني ما ادري شنو ردة فعلكم. اللي جاي احكي عليه ابد شيء مو عادي ابد وشيء ما حد منتبه له وما حد حاكي عليه مع انه جاي يشوفونه ملايين وجاي يوميا موجود بالترند مال العراق بشائع الان في العراق يعني ترند العالم كله شايفته. طبعا ما ادري شنو احكي وما راح احكي اكثر بس اتمنى تسوون مشاركه لهذا الفيديو على الفيسبوك على التليجرام وكل اصدقائكم. قولوا لهم شوفوا هاي الفضيحه. قولوا لهم شوفوا هذا عقد القران جد نشروا هيك. خلي يشوفون هذا الفيديو لازم الكل يشوفه. تحياتي لكم ولا تنسون اللايك وهذا البرنامج بداياته لازم تدعمونا بلايك. وصلونا اكبر عدد من اللايكات حتى نستمر بالبرنامج واذا ما قدرتوا توصلونا لايكات هواي راح اترك البرنامج. تحياتي لكم اتمنى عجبكم الفيديو وهاي الحلقه. مع السلامه. يا وش